استعمال جديد للمالتي سيرفر. تعالوا نعمل اللبنة مع بعض. اول حاجة هنعمل الزبادي في البيت. هجيب نص كيلو لبن واسخنه واحط فيه نص علبة زبادي ورشة ملح واحطه في العلبة واسيبه. انا هنا سايباه 3-4 ساعات اتجمد بقى زبادي زي ما احنا شايفين. لو عايزاه يجمد اكتر بسيبه مدة اطول، او ممكن بعد ما يجمد كده احطه في التلاجة هيجمد اكتر من كده. بس انا عايزه اخده دلوقتي عشان عايزه اعمل لكم بيه اللبنه. هجيب المصفى بتاعه المالتي سيرفر، وهجيب شاشه وهحط الشاشه دي جوه المصفى، وبعدين هحط الزبادي اللي انا عاملاه اوريدي في البيت في نفس العلبه. هحطه بالشكل ده وبكرر تاني. لو انت عايزه تعملي زبادي مش لبنه في العلبه دي، سيبيها مده اطول هيطلع متماسك اكتر من كده، او بعد ما يتماسك بالشكل ده تقدري تحطيها في التلاجة هيبقى ماسك متجمد اكتر من كده. انا دلوقتي هحطها في الشاشة اللي في المصفى، وهاخد المصفى احطها تاني في العلبة المالتي سيرفر، وهغطي بالغطا وهسيبها. ممكن اسيبها مثلا طول اليوم. يعني انا دي عملتها وسبتها من الظهر كده لغاية بالليل. النتيجة هايلة. عايزة اوريكم القوام بتاع اللبنة قد ايه جميل. بصوا متماسكة ازاي. كمان اللبنة لو عايزة تعمليها ماسكة اكتر من كده ممكن تسيبيها مدة اطول من دي، عشان لو عايزة تعمليها كور وتحطيها في الجار بتاع تابر وير وتحطي عليه زيت زيتون. عايزة اوريكم اللي نازل او المتصفي من المصفى. دي المية اللي نزلت من الزبادي. طبعا هاخد اللبنة دلوقتي هحطها في بولة من بولات تابر وير، وزي ما بقول لكم لو عايزه تتماسك اكتر سيبيها مده اطول من كده. انا حطيتها اهي في البوله، حطيت عليها رشه زعتر. ممكن